جاء في بلاغ صادر اليوم على الاتحاد العام التونسي للشغل أن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين برئاسة السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وهم يتدارسون تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد وحملات التشويه وقت اليوم شايفين احنا نتوازن احنا والبسطاء والخدامة والطلبة والشباب وصغاري عارف فيها انا وانت قاعدين تكتب بحارة تعرف يا زمان انا مانيش مستعد ابقى في الاتحاد معها يا راجل نعبر عن رايي وما نحسن من حد وما عنده حد عليه سنين واللي عنده عليه سنين يهزه انا ادعو النقابين لاحاله هام موسى دون الله ليس كبير منهم ليس سيطر على اداره الاتحاد وعلى المنظمه كلها لابد ان نحاسبها في اطار لجنه النظام وبالحقائق ودون اتهام باطل تسمى وسائل تسمى اثباتات اللي تثبت عليه الاتحاد يطلبوا يصير في البركه ما فيش حسبه ما فيش مساوي لا يعمل لي نعام ولا رجل كبير حتى رجل كبير بشارعه الناس كل تخمع عنهم لا يمكن ان نعيشوا نقابين للشرف ونتمسكوا في شرفنا مع العلم ان دفعنا عليهم اقسم بالله دفعنا عليهم خطا حتى لا ينهار الاتحاد من منطلق غيرنا على الاتحاد دفعنا عليهم وانا كنت متصور منهم الناس هذول انهم باش يكونوا في مستوى وطنيه النقابين ويلاقوا حسن قناتهم ويخرجوا يسكتوا لكن ما هماش خارجين كلا يلزمهم انتقاش يلزمهم حتى هم يخرجوا من الاتحاد وما فيهاش مساويات وما فيهاش من عمي وما فيهاش خويا وما فيهاش صاحب وما فيهاش خدامين كفايه وما فيهاش اللي يعطيني بايده في كلمه احنا نموتوا هنا النقابين هنا والكتاب العربيين جمعان اشباه وزراء في السيارات وفي الوتله وفي النصر يتمتعوا بخيارات الاتحاد اللي حتى الخدامه محرومه منها. انا بالنسبه لي ما سمى الا القرار انه يحارب الناس يدور على لجنه النظام وادعو للتصويت ليس مش كلام بتعاهدوا برا ادعو النقابين انه يتحملوا مسؤوليتهم لابد من احاله الناس اللي حاولوا بشبهه وانت وحديث حول اختلافات يحاولوا لجنه النظام تحكم معهم واولهم لا نلعب اول واحد يكون حق انا لجنه النظام بس ما يزيد علينا حاجه في الله بس ما حتى واحد ولا يتهم النقابين بالصبر يحال هو والحاول كل على بعضهم يلا المغرضة التي تستهدف المنظمة والمغالطات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة بلغهم إعلام مفاده قرار قاض بمنع السيد عبد السلام جراد من مغادرة التراب التونسي وقد قرروا وباعتبار خطورة القرار أن تظل أشغال الهيئة الإدارية مفتوحة لاتخاذ القرارات الملائمة دفاعا عن الاتحاد ما لم يتم إلغاء قرار المنع. دورنا أن نحب ونرسيه تقاليد متاع عمل صحيحة يكون للقانون وسيادة القانون هو المرجعية الأساسية ولا سلطان فوق القانون بصرف النظر عن المسؤولين وموقعهم من المسؤولية وقدرتهم وتأثيرهم